موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع. في البداية متابعينا الكرام ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. تبحث الجماهير عن موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري في الدوري الممتاز، حيث يخوض المارد الأحمر آخر مبارياته في بطولة الدوري المصري بعد تقديمه موسما جيدا حصل من خلاله لقب الدوري 43 في تاريخه، وبطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولتي كأس مصر والسوبر المصري بالنسخة الماضية والمؤجلة لهذا العام. وكسر فريق بيراميدز طموحات الأهلي في إنهاء بطولة الدوري دون أي هزائم، حيث ضرب بيراميدز المارد الأحمر ب3 أهداف نظيفة. أما الجانب الآخر فشل المصري البورسعيدي في تحقيق بطولة كأس الرابطة 2023 بعد هزيمة قاسية من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1 ليحقق الأخير أول بطولة محلية له. أما عن موعد المباراة، موعد مباراة الأهلي والمصري القادمة ستكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يوليو الجاري، وسيقام اللقاء على ملعب استاد برج العرب، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 7:30 مساء بتوقيت فلسطين والأردن وسوريا والسودان ولبنان وليبيا، 8:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين واليمن، 9:30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. أما عن القناة الناقلة للمباراة، ستذاع مباراة الأهلي والمصري على مجموعة قنوات اون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري المصري وبطولة كأس مصر، وستذاع المباراة بالتحديد على قناة اون تايم سبورت 1. أما عن تشكيل الفريقين، التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري: من المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس، في خط الوسط مروان عطية، محمد مجدي أفشة، محمد فخري، في خط الهجوم محمد شريف، طاهر محمد طاهر، محمد الضوي كريستو. أما عن تشكيل المصري المتوقع أمام الأهلي: في حراسة المرمى عصام ثروت، في خط الدفاع كريم العراقي، اسلام ابو سليمه، عمرو موسى، عمرو السعداوي، في خط الوسط ايزي ايميكا، زياد كمال، عبد الرحيم دغمومه، في خط الهجوم الياس الجلاصي، جيرندو، مروان حمدي. متابعينا الكرام، نحن في انتظار نتيجة توقعاتكم عن المباراة في التعليقات، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.